دلوقتي بقى انا هعمل لكم فيديو عن الجليتر، لان في بنات طبعا، يعني انا كواحده من الناس ممكن مثلا اجيب علبه جليتر. انا طبعا ميك اب ارتست طبعا كلكم عارفين، والناس اللي متعرفنيش انا ميك اب ارتست. وانا طبعا عن نفسي لما بجيب مثلا علبه جليتر او الكلام ده كله، ما بيكونش فيها الالوان اللي انا عاوزاها كلها، او اي حد برضو نفس الموضوع ده. فدلوقتي انا هقول لكم ازاي تعملوا الجليتر ده في البيت بالالوان اللي انت حباها. اول حاجة هتجيبي ازازة زي ازازة البرفان كده، املي نصها جليسرين، النص التاني امليه كحول طبي. هاي يا جماعة كحول طبي، ونص التاني تعمليه جليسرين. دي خلاص كده هنحطها على جنب. تاني حاجة هنجيب علبة كده من اي مكتبة. عارفين علبة الالوان اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان، بنحط فيها الوان المية وفيها عيون، زي علبة الاي شادو كده. هتجيبيها وتبداي ان انت تجيبي الالوان الجليتر اللي انت حباها. تجيبي مثلا من كل لون مثلا ب5 جنيه، يعني زي ما طبعا المنطقة اللي انت عندك بيبيعوا اقل كمية قد ايه. هتجيبي من كل لون مثلا ب5 جنيه ب3 جنيه زي ما انتي حابة. وهتبداي ان انتي تحطيهم في العيون دي، تفضيها في العيون، وتبداي ان انتي الازازة اللي هي فيها نصها كحول ونصها جليسرين ترجيها كويس جدا وترشيه على العيون دي. اول ما هتلاقيها ندت، تجيبي منديل وتبداي ان انتي تطبطبي او تطبطبيها كده وتدوسي عليها بالمنديل، بحيث ان هي تكون حتة واحدة زي اللي بتكون في علبة الميك اب او علبة الاي شادو. هتلاقيها مسطحة، هتيجي تستخدميها هتلزق معاكي وهتكون كويسة جدا من غير اي مجهود. بس كده، ادي كده هتكوني عملتي جليتر بالالوان اللي انت بتحبيها، باقل برضو تكلفة ومن غير اي دوشة ولا اي حاجة. ايه رأيكم؟ يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، وهعمل لكم فيديو جديد بإذن الله عن حاجات تاني كتير. يلا باي باي.